السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هنبدأ الفيديو. طبعا الحمد لله رب العالمين اهو. حطت دلوقتي، حطت شوية ملح. كانت حاطة المية غليت وحطت شوية ملح وحطت المكرونة، شوية مكرونة عشان احنا جايبينها فلتة يا جماعة. عشان تقولوا بتجيبها كده وبتقطع الكياس، لا والله العظيم فلتة جايبين. الحمد لله سلقتها اهي الحمد لله وشطفتها وبتصفى. دلوقتي حطت الطاسة عشان هنعمل أكلة حلوة. لسه أول مرة نعملها في القناة. قطعت بصل حلقات وفلفل وفلفل حامي وفلفل رومي وفلفل رومي وبصل وطايتين. وطيطين او قطاي. حط شوية زيت اهو، وهتقلبهم على النار شوية يتشوحوا بشوية زيت بسيطة. والحمد لله صلوا على النبي يا جماعة. الحمد لله. اتفرجوا علينا واعملوا لنا اشتراك ولايك عشان يوصلكم كل جديد مننا، وفعلوا لنا الجرس وعشان يوصلكم كل جديد ويا جماعة ادعموا القناة اللي محتواها كويس عشان القنوات كلها تكبر بإذن الله. بإذن الله. طبعا دي قنوات كويسة كده يعني، ومحتوى نضيف كده بيتعمل، مش محتوى يعني وحش رزيق ولا اي حاجة يعني. ولا الحمد حتى لله. بيسيء للبلد. ومحتوى كويس يعني. حطت شوية الفلفل، وحطت الفلفل التاني الحراق وبتقلبهم شوية على النار واهو. والحمد لله رب العالمين. المهم يعني ما علينا يعني. ربنا يكرمكم كده يعني، انتوا اخواتي وبناتي كل اللي بيتفرج علينا. حطت القوطة اهي هتقلبها شوية. والحمد لله انا كنت تعبانه شويه والله العظيم، خدت فتره كده ورحت للدكتور وراح طلب مني شويه تحليلات حللتها. حطت الصدوق اهو مقطعاه. صدق مدخن ده صدوق مدخن ب100 وجنيه. بنتي بتقولي بقول لها بلاش 100 جنيه، تقولي لا لازم الجنيه لازم قبل الجنيه. 100. طبعا يا جماعه ما عملناهوش كله عشان بيبقى الكيلو كتير. حطيت حبة فلفل كمان. فلفل اهو حراق، فلفل اسمر حبة وشويه ملح شوية شويه ملح بسيط. بس هم دول. وخلاص على كده يعني، ما بتحطلوش توابل كتير. وطبعا انا كان عندي الحمد لله رب العالمين كل اللي يجيبه ربنا كله كويس. الدكتور رحت كشفت جنب وجاني عشان المراره، راح قال لي لازم في شويه تحليلات. طلعت عندي جرثومه بتاعه المعده. طلب مني شويه تحليلات حللتها وكتب لي على علاج جبته. والحمد لله والله العظيم العلاج يا جماعة يعني ب1200، وكان الكشف 300 جنيه الدكتور. الحمد لله كل اللي 350. 350. انا والحمد اللي لله رحت رب دفعت. العالمين كل اللي يجيبه ربنا كله كويس الحمد لله. دلوقتي حطت دلوقتي شوية زيت اهم و... وشوية سمنة. لا دي زبدة. دي زبدة دي. زبدة فرن. اه وفصين توم اهم قطعتهم بالسكينة وهشوحهم يعني تطلع الريحة شوية منهم اهي. هعمل مكرونة وايت صوص. هتعمل مكرونة كده بالبتاع دوت اهو. بس شوية دقيقة دقيقة اهو. طب والنبي لا تقولها لهم اسمها ايه؟ هتعملها بتاع دوت. لا قوليها ايه؟ لا لا استني بس، هي اسمها ايه يا رب؟ اسمها ايه؟ زي المكرونة بشاميل بس مكرونة لا تختلف بقى يا جماعة. قوليها مكرونة وايت ديت ايه؟ صوص. قوليها. مكرونة بتاع ده على البوتاجاز يعني بتتعمل بسرعة كده. شوية فلفل، مش عايزة واحدة مرقة تقولها. دجاج اهي بالصوص الابيض يا جماعة. عند الله تغمسين. طيب المهم علينا يا جماعة، البيت بتتريق. هتحط شوية مية عشان ما بالصوت قصدي. عندناش شوربة. وبعدين في نص كيلو لبن كانت جايبة هتحط. بتفك الدقيق شوية عشان ما يكلكعش مع اللبن أول ما ينزل. بتفكه بشوية مية عشان ما عندناش بتاع ده. شوربة. طبعا الشوربة يعني الواحد ما عندوش شوربة بيستخدم مرقة دجاج وخلاص على كده. والحمد لله رب العالمين. وربنا يكرمنا جميعا ان شاء الله يا رب كده.
ده لما بخيره الصراحة حلو يعني وحلو. بقول لكم يا جماعه ببقى يعني. مرتاحة في بطني الصراحة لما باجي اشربه. بصوا يا جماعه، عارفين عشان القناه، اي قناه صغيره تكبر كده يكون محتواها كويس، لازم حد يقف ايه، يقف في في ظهر، ظهرها. في جنب اي حد كده يقف معاه، يعني كده يدعمه، عشان القناة تعلى. القنوات الكبيرة، دي استني ماما، القنوات دي الكبيرة. دي جبنة عبورلاند كانت عندي بستخدمها للحشوات، بستخدمها للمكرونة بشاميل الكلام ده. طبعا بس حلو. طبعا يا جماعة، القنوات الكبيرة لازم ايه تقف جنب القنوات الصغيرة، عشان القنوات ايه الصغيرة دي لازم تكبر، عشان دي اكل عيش الناس. هنا بقى كنت جايبة طيب. جبنة، معلش يا أمي، جبت جبنة اسمها الحمد، دي مشهورة، قلت أدوقها بقى أجربها. اسمها دي كنت جايبة الكيلو ب130، حلوة والله. اسمه ده لاقيها طعمها حلو في البتاع بناخد ده. معلقتين منها. المهم اتكلمي يا المهم نسي. والحمد لله رب العالمين اهو. يعني بقول لكم يعني ايه، القنوات الكبيره لازم تقف جنب القنوات الصغيره. طبعا كلنا محتوانا كويس، وكل واحد ايه، كل واحد وعلى حسب طريقه بيته ما إمكانياته كمان. بيمشيه، على حسب طريقة البيت ما بيمشيه. ممكن في ناس بتمشي ب100 جنيه، ممكن ب300، في ناس بتمشي ب400، كل واحد ومقدرته. يعني كل واحد ايه، يعني دلوقتي القنوات دي بقى الصغيرة دي بقى ليه لازم تدعم؟ ليه؟ عشان تكبر. يعني القنوات الكبيرة دي كانت الأول صغيرة، مين اللي وقف معاه؟ مش إن القنوات الكبيرة. طبعا احنا محتوانا كويس، يعني ولا برزيق ولا حاجة، محتوى كويس ومحترم. يعني احنا طالبين لقمة بالحلال. هنا حبيبة كانت شامة الجبنة واللبن راحت وست جت. وحبيبتنا حبيبة هي حبيبة، ستنا حبيبة اهي، يا حبيبة يا حبيبة، عسولة. جنب البوتاجاز. دي والله حبيبتي بخاف دي، عليها دي دي. حبيبتي دي، ضي عيني دي. هي مشاغبة بس عسولة. وهي دلوقتي ورقة لورا هي لقيتها هتطلعها من المكرونة. المكرونة زي العسل والله. طبعا انا اكلت من المكرونة، ما اكلتش من الصدوق عشان ما باكلش الحاجات دي. والحمد لله رب العالمين، كل اللي يجيبه ربنا كله كويس والحمد لله. وطبعا اقفوا معانا والنبي، ارجوكم، بنتي بتقول لكم حطوا لي لايك، ارجوكم ادعموا القنوات الصغيره، طبعا عشان الدنيا كلها ايه تبقى في سلام، والناس بدل ما ايه، يعني الحمد لله رب العالمين كده تبقى كويسه وفي امان كده، وبلدنا ايه ينصلح حالها. ها. ان شاء والحمد الله يا رب. لله رب العالمين. ربنا يا رب يصلح مصر وجميع الدول العربية، وينصر غزة يا رب من اللي هم فيه يا رب. وبلدنا كلها تنضف كده، وتبقى بلد فيها امان واستقرار، و... ودايما يا رب يكون احنا في ايه، في خير يا رب. دايما على طول ماشيين ايه على طول كده، يعني كويسين يعني كده. وتقدم. في خير وتقدم كده وفي راحة بال. يعني البني ادم لما يكون مقتنع وعنده اقتناع وعنده رضا، هيوصل بإذن الله. الحمد لله رب العالمين. هنا كبيت دلوقتي بقى كبينا وخلاص بقى. شوية المكرونة شوية الصدوق اهو، وهنتعشوا. وحطوا له لايك